السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنية طلبة وطالبات الصف الرابع، أهلا وسهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة هنحل مع بعض تدريبات الدرس الرابع، مصادر جمع المعلومات، من صفحة 47 لصفحة 50. يا ريت يا بطل ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة حبايبي عشان يوصل لكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. ونقول بسم الله. السؤال الأول: أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات. تتميز المصادر الأولية، هتقوله بالدقة. ابتكر المصريون القدماء ورق البرد لتسجيل أخبارهم وأحداث حياتهم. تعد الكتب من المصادر ايه يا حبايبي؟ الكتب مصادر سنوية. الحقائق هي المعلومات التي تم التأكد منين؟ الحقائق دي معلومات تم التأكد من صحتها. الأحاديث الغير صحيحة التي يتناقلها الناس دون معرفة مصدرها بتعد شائعات. طيب، صح وخطأ. الآراء بتعبر عن وجهات نظر شخصية، هتقوله صح، ده كل واحد بيقول رأيه. تعد الكتب والمقالات من المصادر الأولية، هتقوله خطأ لأن الكتب والمقالات مصادر سنوية. المؤلفات التي تمت كتابتها حديثا تعد مصدرا أوليا، تقول له خطأ، ده مصدر ثانوي. كتابات المؤرخين بتعد مصدر أولي، صح. تتميز الحقيقة بأنه يمكن التأكد منها، صح. تقع مصر في منطقة الإقليم الصحراوي، هذه العبارة بتعبر عن حقيقة، صح. الموسوعات والمقالات من المصادر السنوية، هتقوله صح. للتأكد من صحة المعلومات الواردة عن الهرم بنستخدم المصادر الأولية والثانوية، صح. اكتب ما تشير إليه العبارات التالية: مصادر سجلت في زمن وقوع الحدث وتتميز بالدقة وإلا أنه يصعب الحصول عليها أحيانا، دي مصادر أولية. مصادر سجلت بعد وقوع الحدث بفترة زمنية طويلة، يبقى مصادر سنوية. كل ما تركوا القدماء من مباني وتماثيل وأدوات اسمها الآثار. أحد أنواع الورق وابتكره المصريون القدماء لتسجيل أخبارهم وأحداث حياتهم، يبقى ورق البردي. معلومات صحيحة تم التأكد منها ويمكن إثباتها، دي اسمها الحقيقة. بتعبر عن وجهات نظر شخصية وقد تكون صحيحة أو غير صحيحة، ده الرأي، كل واحد بيقول رأيه. اختار الإجابة الصحيحة. بتغطي الصور الفضائية مواقع أكثر من الصور الجوية، بتعبر هذه العبارة عن حقيقة. سجل المصري القديم أخباره وأحداث حياته على البرديات. من المصادر السنوية المقالات يا شباب، إنما الآثار والبرديات والنقوش ديت مصادر أولية، إنما المقالات مصادر سنوية. حلنا صفحة 47، ننتقل لصفحة 48. صفحة 48، المصدر الأول اللي بيخبرنا عن تاريخ مصر القديمة. عندك النقوش، معلومات تم التأكد من صحتها، دي حقائق. عند كتابتك لبحث عن أهمية موقع مصر، احنا هنستخدم أحد المصادر السنوية زي الكتب. طيب، صوب ما تحته خط يا بطل. بيقولك فيلم تاريخي عن تاريخ مصر القديمة بيعد مصدر ثانوي. تعد الموسوعات من المصادر السنوية. نقوش معبد الكرنك مصدر أولي. عاصمة جمهورية مصر العربية القاهرة ويعد ذلك رأيا، دي حقيقة. صنف المصادر إلى أولية وثانوية. طبعا أنت تكتبها هنا بس أنا كتبت لك عليها من فوق، يعني عايز تكتبها تحت ماشي، عايز تكتب فوق زي ما أنا كاتبة كده ماشي. بردية إيبرس ده مصدر أولي. موسوعة التاريخ الحديث ده مصدر ثانوي. نقوش معبد الكرنك أولي. الأفلام التاريخية ده ثانوي. بما تفسر وجود اختلافات بين الحقائق والشائعات يا حبايبي، هتقولوا الحقائق معلومات صحيحة تم التأكد من صحتها، أما الشائعات فهي أحداث غير صحيحة. يبقى الحقائق معلومات صحيحة تم التأكد من صحتها، أما الشائعات أحداث غير صحيحة. أهمية المصادر الأولية: مصادر لجمع المعلومات سجلت في زمن وقوع الحدث وبتتميز بالدقة. أهمية المصادر السنوية: هتقول مصدر لجمع المعلومات ومتوفر ويسهل الحصول عليها. أهمية جمع معلومات من مصادر متعددة، هتقول بتساعدنا في الحصول على معلومات شاملة ودقيقة ولتجنب التحيز لمصدر واحد. تساعدنا في الحصول على معلومات شاملة ودقيقة ولتجنب التحيز لمصدر واحد. أجب عن السؤالين التاليين. دلل على وجود مصادر أولية للمعلومات، هتقوله منها الآثار والبرديات والنقوش الأثرية. دلل لي أو وضح الفرق بين الحقائق والآراء. أنا عندي الحقيقة يا شباب دي معلومات صحيحة تم التأكد من صحتها، أما الآراء فهي بتعبر عن وجهة نظر شخصية قد تكون صحيحة أو غير صحيحة. طب المصادر الأولية والمصادر السنوية قارني بينهم من حيث التعريف والأمثلة. أنا عندي المصادر الأولية تعرفها دي مصادر سجلت في زمن وقوع الحدث وبتتميز بالدقة، زي إيه؟ زي الآثار والنقوش الأثرية والبرديات. أما المصادر السنوية فهي مصادر سجلت بعد وقوع الحدث بفترة زمنية طويلة وبتعتمد على المصادر الأولية مثل الكتب والمقالات والموسوعات والأفلام التاريخية. مصادر سجلت بعد وقوع الحدث بفترة زمنية طويلة بتعتمد على المصادر الأولية زي الكتب والمقالات والموسوعات والأفلام التاريخية.
حلينا صفحة 48، ننتقل لصفحة 49 يا حبايبي. 49 سهلة جدا اهي. طيب هنا بيقول لك ايه بقى؟ تعالوا مع بعض كده على ده صح وخطأ، يعني أسئلة كلها احنا مكررة واحنا حلناها مع بعض. طيب هنا بيقول لك صنف ما يلي إلى حقيقة ورأي. يجري نهر النيل في مصر، دي حقيقة. مدينة الإسكندرية أجمل المدن الساحلية، تقول له ده رأي. بما تفسر، بتساعدنا بما تفسر أهمية الاستعانة بمصادر متعددة عند جمع المعلومات. أهمية إن أنت لما تيجي تجمع معلومات عن حاجة أو عن موضوع لازم تاخد معلومات من مصادر مختلفة، ما تاخدش من مصدر واحد. ليه بقى؟ هتقول له لأنه بيساعدنا على معلومات شاملة، جمع معلومات شاملة ودقيقة، وعدم التحيز لمصدر واحد. دللي على وجود اختلاف بين المصادر الأولية والثانوية لجمع المعلومات. هتقول له المصادر الأولية تتميز بالدقة ويصعب الحصول عليها. المصادر الثانوية متوفرة ويسهل الحصول عليها. يبقى الأولية تتميز بالدقة ويصعب الحصول عليها، الثانوية متوفرة ويسهل الحصول عليها. ماذا يمكن أن يحدث إذا صدق الناس كل ما ينشر على مواقع التواصل دون التأكد من صحته؟ هتقول له يتسبب في نشر الفوضى والخوف. يتسبب في نشر الفوضى والخوف. حلنا صفحة 49 يا بطل، ننتقل لصفحة 50. بيقول لك هنا التقييم الأسبوعي، اختر الإجابة الصحيحة. طبعا الاختياري سهل. بيقول لك هنا إيه بقى؟ ما المقصود بالمصادر الثانوية؟ هتقول له هي مصادر سجلت بعد وقوع الحدث بفترة زمنية طويلة، وبتعتمد على المصادر الأولية وهي متوفرة ويسهل الحصول عليها. يبقى ايه هي المصادر الثانوية؟ هي مصادر سجلت بعد وقوع الحدث بفترة زمنية طويلة، وبتعتمد على المصادر الأولية ومتوفرة طبعا ويسهل الحصول عليها. طيب وضح جهود أو وجود اختلاف بين الحقائق والآراء. أنا عندي الحقائق والآراء. الحقائق دي معلومات دقيقة تم التأكد من صحتها. الآراء دي بتعبر عن وجهات نظر شخصية وقد تكون صحيحة أو غير صحيحة. ثم تشير إليه كل عبارة معلومات صحيحة تم التأكد منها ويمكن إثباتها، دي الحقيقة. مصادر سجلت بعد وقوع الحدث بفترة زمنية طويلة، يبقى المصادر الثانوية. الأحاديث الغير صحيحة التي يتناقلها الناس دون معرفة مصدرها، دي حاجة اسمها الشائعات. بما تفسر أهمية المصادر الأولية. هتقول له مصدر لجمع المعلومات وتتميز بالدقة. مصدر لجمع المعلومات وتتميز بدقة. أهمية جمع المعلومات من مصادر متعددة. هتقول له بتساعدنا في الحصول على معلومات شاملة ودقيقة عن الأحداث والأماكن. بتساعدنا في الحصول على معلومات شاملة ودقيقة عن الأحداث والأماكن. طيب أنا عندي صح وخطأ سهلة جدا. بيجي لك هنا سؤال في الآخر بيقول لك حدد أحد الاختلافات بين المصادر الأولية والمصادر الثانوية. قلناها برضو في الأسئلة اللي قدامي. المصادر الأولية تتميز بالدقة وبيصعب الحصول عليها أحيانا، أما المصادر الثانوية فهي متوفرة وبيسهل الحصول عليها. كده يا بطل نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش يا حبايبي تحطوا لنا لايك للفيديو، اشتركوا في القناة عشان كل فيديوهاتنا الجديدة من حل التدريبات والواجبات توصل لكم. بالتوفيق والنجاح، مع السلامة.